السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. الجبنة العكاوي بتاعة الكنافة، وممكن كمان نقول عليها الجبنة المشللة بعد اللفة اللي أنا عملتها دي. ركزوا معايا في الفيديو، الجبنة دي غالية جدا وفيها سر واحد بس لو عملناه صح هتطلع معانا ممتازة جدا وبتشد لحد آخر الشارع. طولها إلى ما لا نهاية، مرنة وطرية وطعمها حلو جدا. اول حاجه هنبتدي بيها اننا ندفي اللبن بتاعنا. لبن طازه لم يسبق غليه، جاي من عند اللبان. يا دوب ندفيه على النار شويه لحد ما يوصل كده لدرجه حراره دموع العين او رضعه البيبي، يعني او نفس درجه حراره جسمنا يا دوب، بالكتير قوي. بنختبر درجة الحرارة بصوابعنا كده أو بإيدينا، وبنقلب طول الوقت علشان يعني يبقى نفس درجة الحرارة متوزعة كويس. وأول ما نوصل درجة الحرارة المطلوبة اللي هي 35 درجة هنبتدي نحط المنفعة. لكل كيلو من اللبن بنحط 1 سنتي من المنفعة. تمام. وانا وريتكم قبل كده اللبن، المنفعة البودر بنخففها ازاي. بعد كده نطفي النار ونسيب اللبن بتاعنا مستقر كده في مكانه ما يتحركش، ومتغطي كمان ببطانية دفاية علشان تحصل عملية التجبن. عملية التجبن بتاخد من نص ساعة حد أقصى خالص ساعتين، يعني أكتر من ساعتين يبقى في مشكلة في اللبن أو في المنفعة. بعد كده قطعت الجبنة لقطع كبيرة جدا، يمكن أنا مش حابة أقطعها أصلا، أو من التكنيك بتاع الجبنة العكاوي إننا نحاول ننزلها يعني سليمة قدر الإمكان. ننزلها بقى في مصفى محطوط فيها شاشة، علشان ناخد كل المصل اللي فيها. وزي ما انتوا عارفين أنا بعمل بالمصل إيه، جبنة كريمي أو جبنة دوبل كريم. هوريكم ازاي هنعملها كمان النهاردة. زي ما انتوا شايفين كده بنصفي خالص لحد ما، يعني انا عماله اصفي واحرك في اللبن، لان الجبنه بتعمل طبقه كده من تحت في الشاشه بتخليها ما عادتش تسرب لبن، فبفضل احركها كده بالمعلقه. ما عادتش تسرب المصل يعني. وافضل احركها كده بالمعلقه لحد ما اتاكد انه الميه كلها نزلت. هاخد الميه اللي نزلت دي في الحله علشان نحولها بقى لجبنه كريمي، وعلشان كمان نخلي مساحة للجبنة بتاعتنا تنزل باقي كمية الايه، المصل او الشرش اللي جواها. تمام. شايفين انا مجرد ما كبيت المية كانت المية اللي هنا قلت شوية، يعني يدوب في دقيقتين. وبعدين هبتدي اقلب تاني لحد ما اتاكد كده واطمن انه معظم المصل خلاص نزل منها قبل ما احط التقل عليها. تمام. احركها شويه بس قبل ما احط التقل عليها. صفت اهي، ابتدي بقى احط التقل عليها، اقفل بقى كويس بشكل منظم، وابتدي احط بقى عليها التقل بيكون آه تلت وزن اللبن اللي احنا استخدمناه. يعني احنا لو حاطين 5 كيلو لبن فهنحط كيلو ونص من التقل عليها. انا حطيت الجيركن بتاع اللبن فوقيها، زي ما انتم شايفين حطيت فيه شوية مية وحطيته فوقيها. تمام كده. سبتها حوالي ساعة تصفي كل اللبن اللي جواه. تمام. وبعدين نص ساعة على الجنب ده ونص ساعة على الجنب التاني، يعني بعد كده قلبتها وكملت الايه الساعة بتاعتي. هي ساعة واحدة كفاية ان احنا نصفيها من المصل. وكمان آه علشان كمان انا حاطة يعني تقولي كويس. المرة التانية ما صفيتش كتير اهي، خلاص الدنيا ظبطت اهي. تمام. وطالع معايا مستطيل جبنة حلو جدا. الجبنة دلوقتي مكبوسة وناعمة. ومن الحاجات المهمة في الجبنة العكاوي ان سمكها يكون حوالي 3 سنتي علشان تساعدنا في عملية التخمير. عملية التخمير دي هي اهم خطوة في الجبنة العكاوي. انا هقسمها دلوقتي واوريكم الجبنة قد ايه ناعمة من جوه. شايفين الجبنة ناعمة ازاي؟ يعني اسمها ايه، التقل كان عليها مظبوط. دلوقتي انا حطيتها في حمام مائي علشان اعمل عملية التخمر. عايزه اقول لكم ان قطعتين الجبنه اللي فوق بعض دولي هيبقوا قطعه واحده لما تحصل عمليه التخمر.
الجبنة بتتحول لحاجة كده شبه الأسفنجة، بيبقى فيها مسامات واسعة جدا وأخرام كتير. هي دي الدليل اللي بيحصل لي لعملية التخمر. شوفوا هما لزقوا في بعض بس لسه ما بقوش نسيج واحد، هتشوفوهم دلوقتي لما يبقوا نسيج واحد. انا دلوقتي بقطع الجبنة من جوه عشان اوريكم قد ايه ان هي لسه ما المسام بتاعتها ما فتحتش لسه، يعني يا دوب بدأت تخرم حاجة بسيطة. مهم جدا ان درجة الحرارة ما تزيدش عن 30 درجة مئوية في عملية التخمر. عملية التخمر دي بتاخد من 4 ساعات لحد 12 ساعة، بس الستاندر بتاعها 10 ساعات. ده المصل بتاع المية، بتاع اللبن او المصل بتاع الجبنة. بحط فيه شوية خل بعد ما يبتدي يوصل لمرحلة الغليان كده، احط فيه شوية خل علشان يجمع لي القريشة او الجبنة الكريمي اللي هاخدها. عايزة اقول لكم انها من انعم والذ انواع الجبنة اللي ممكن تاكلوها، يعني فيها خير ملوش حل. بتعمل منها حلويات، حلاوة الجبنة او التشيز كيك او اي حلويات بيدخل فيها الجبنة، فهتكون حلوة جدا جدا فيها. او اعملوها جبنة كريمي حتى لو طعمها مش احلى حاجة يعني، ضيفوا لها شوية جبنة رومي، افرموها معاها، شوية جبنة مثلثات وافرموها معاها، هتديكوا طعم اكتر من رائع، احلى من احلى نوع جبنة بيتباع في الشركات. حقيقي طعمها رائع جدا. نصفيها كده في شاشة ونسيبها كمان تنزل ميتها خالص. ناخد بقى بقية الشيتش ده نسوي بيه الرز، هيطلع لنا رز طعمه حلو جدا. مش رز معمر بس طعمه جميل جدا. شايفين الجبنه بعد ما تصفت تماما وسايباها بقى في المصفى وما حطيتش عليها تقل ولا اي حاجه، هي بتقعد تصفي كده لحد ما تبقى جبنه كريمي وجميله. هحبيها بقى في البرطمان وهشيلها في الفريزر، لما احب اعمل حلويات هطلعها واشتغل بيها. لو هنستعملها على طول اكيد هنسيبها في التلاجة، لكن مادام هنسيبها شويه يبقى ايه، يبقى في الفريزر. هنا انا كملت عملية التخمر، خدت معايا 10 ساعات. الجو برد جدا وقت التصوير، فيعني خدت ال10 ساعات. شايفين بقى، هو ده التخمر، هو ده علامة التخمر. اولا الجبنة لزقت في بعض زي ما انتم شايفين، وبقت عاملة شبه الاسفنجة كده. وكمان شايفين، بصوا شايفين كم الاخرام اللي حصل فيها. هو ده دليل نجاح عملية التخمر. من غير التخمر ده مش هيحصل، الجبنة مش هتمط معانا. دلوقتي هنحط شوية مية او شوية مصل، ونحرك فيهم الجبنة كده، هتبتدي الجبنة تسيح معانا وتبتدي تاخد الشكل اللي انتوا شفتوه معايا في اول الفيديو. وهو ده السر الوحيد في الجبنة العكاوي. عملية التخمير لو نجحت معانا هتطلع الجبنة مظبوطة جدا وبتمط لحد اخر الشارع. انما عملية التخمير لو باظت، لو درجة الحرارة علت، او لو ما وصلناش لدرجة الحرارة المطلوبة، او لو زودنا وقت التخمر هتشد معانا، بس هيبقى فيها مزازة زي مزازة الزبادي. فاظبطوا الحتة دي بس، هتطلع معاكم الجبنة هايلة لانها جبنة غالية جدا، فمن الاوفر بكتير اننا نعملها في البيت. عايزه اقول لكم طالعه طعمها تحفه وبتمط جدا 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 وجايبه اخر الشارع فعلا يعني. شايفين دي الحته اللي انا جربت فيها، يعني ما تجازفوش وتعملوا وتسيحوا الجبنه كلها لما تتخمر. لا، اخدوا حته شريحه كده صغيره زي ما انا عملت في الاول، وابتدوا سيحوها. وبعد ما تسيح معاكم وتتاكدوا انها وصلت للقوام المطلوب، ابتدوا بقى ايه، ان انتوا كملوا باقي الكميه. انا لما اخدت حته بحته كده ولما لقيت الجبنه ماشيه معايا كويس، ابتديت ان انا انزل بقى ايه باقي الكميه زي ما انتم شايفين كده، بفتفتها وابتدي بقى ان انا اقلبها على نار هاديه جدا. المفروض انها ما توصلش ابدا لدرجه الغليان، الميه اللي احنا حاطينها فيها دي. ونبتدي بقى نسيحها كده اهو لحد ما تسيح معانا وتبقى مطاطيه وتاخد القوام المطلوب. بعد كده بقى نقدر نشيلها في محلول ملحي لو احنا عاوزينها تتاكل كحادق يعني، او نشيلها في الفريزر في اكياس لو احنا هنستخدمها في الحلويات زي ما انا عملت. انا شلتها في اكياس على طول، ما حطيتهاش في محلول ملحي. هي عادة ما الجبنة دي ما بتتخزنش، بتتاكل طازة. بتتعمل يعني في محلات الحلويات بتتعمل بشكل يومي. يعني هي بس تركة واحدة بس ناخد بالنا منها، تطلع معانا مظبوطة زي ما احنا شايفين. شايفين انا جبت لكم بقى الخطوة دي كده من اولها لاخرها، من اول ما فتفتنا الجبنة لحد كل المراحل اللي مرت بيها لحد ما ساحت معانا تماما. وبعدين بقى هاخدها اكمل على الرخامة لانه حسيت ان التصوير هنا مش مبين كويس.
جميلة جدا وغالية خالص، ما بتتباع غالية قوي. اصبروا عليها علشان تسيح معاكوا كويس وعلشان تنعم معاكوا كويس. انا ما بقدرش احط ايدي فيها من سخونيتها غير لما احطها كده بس في شوية مية الاول، علشان ايه؟ علشان اقدر امسكها. تمام. جبنة بتشد وبتمط وجميلة جدا جدا، وطريقتها كمان سهلة جدا. اهم حاجة اننا نظبط خطوة التخمير. بتستخدم طبعا في الجبنة العجيبة، بتستخدم في الكنافة النابلسية، وبتستخدم كمان في حلاوة الجبنة. يعني بتستخدم في وصفات كتير في الحلويات. وطبعا نقدر نحطها في محلول ملحي ونستخدمها كبديل للجبنة الموتزاريلا. هي طعمها أغنى وأحلى. هي بتتعمل أساسا من لبن الغنم، لكن احنا مش متوفر عندنا طبعا، فنقدر نعملها من البقري أو الجاموسي، أيا كان الاتنين هيمشي الحال جدا. ال6 كيلو من اللبن بيطلعوا نص كيلو بالظبط من الجبنة العكاوي. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش كمان لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك، ولو أول مرة بتشوفونا ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم إشعار مني بكل فيديو جديد هقدمه. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. باي باي.